حبايبي ازيكم؟ النهارده هنعمل مع بعض احلى طاجن كلاوي ممكن تعملوه مع بطاطس بيوري وطماطم بالشبت والثوم. يلا نشوف هنعمل ايه. انا معايا كيلو من الكلاوي مصفياها كويس ونضيفه. معايا في الطبق ده فيه فلفل، قرن فلفل حراق وقرن فلفل رومي وطماطميه وثوم، ضربهم مع بعض في الكبه. نزلت بمعلقتين من الزيت ومعلقه من الزبده. الزبده دي فيها نسبه مرطه شويه عشان كده لونها مغير. هنزل بكميه حلوه من البصل، تقريبا 4 بصلات. هنصفر البصل شويه. دلوقتي بحط عليه فلفل وملح وحطيت حبة كمون صغيرين. كرملت البصل شوية، بعد كده نزلت بخلطة الفلفل مع الطماطم مع الثوم. هنا كنت ولعت على البطاطس، نزلت بالكلاوي، حطيت لها فلفل تاني. لقيت ان الطاسة صغيرة شوية فنقلتها في حاجة اوسع. بعد كده زودت طماطمايه صغيرة وقرن فلفل حراق، وزودت فلفل اسمر وقرن فلفل رومي. كده تقريبا الكلاوي بتاعتنا خلاص، حطيناها في الطواجن. ودلوقتي هولع على البوتاجاز، احطها من فوق تغلي غلوتين وبعد كده ادخلها تحت الشوايه. هي تقريبا مستويه، مش هتاخد معايا وقت. وكده البطاطس خلاص دخلت في السوا. هبهرها فلفل بحط عليها فلفل وملح بس. دلوقتي خدت قرن فلفل حراق وقسمته بالطول وحطيته كشكل كده بس على الوش. الطاجن كان مشطشط وطعمه تحفه. بلمع وش قرن الفلفل شويه بالسوائل اللي فوق الكلاوي، بيدي لون حلو في التحمير. هنا خلاص البطاطس استوت. هنزل معلقتين 3 من السمنه وههرسها كويس. هنا كنت بهدي على الطواجن. وفي طاسة خدت 3-4 فصوص من الثوم المهروس مع معلقة زبدة، وهعمل طشة للبطاطس بتدي طعم حلو قوي. وهنا كنت بجهز الصاج اللي هحط فيه الطواجن علشان ندخلها تحت الشواية. هنا كنت دخلتها. كده الطواجن خلصت، البطاطس بتاعتنا خلصت، تقريبا الاتنين في نفس الوقت. هصفر بس الثوم شوية. بالشكل ده.
وهنزل بيه على البطاطس. هقلبها كويس وبظبط بقى الحدق بتاعها، الملح، الفلفل، اشوفها لو محتاجة حاجة احطها لها. بقت ناعمة وجميلة. خلاص كده خلصت. وادي الطواجن بتاعتنا، وتعالوا نشوف بقى الشكل عامل ازاي. ده كده طاجن الكلاوي، ودي البطاطس بتاعتنا البيوري، ودي طماطم بالشبت والثوم والليمون والخل، وعليها كمون، وألف هنا.